الناس الجدد مع عالم السفر انت مميز في كل شيء، من اول دعوة زيارة سياحية تجارية موثقة لحد ان شاء الله تاخد التأشيرة وقرار التأشيرة من السفارة. تمام. ولكن احنا بنعمل شغلنا صح وبنخلي نسبة القبول عالية. ولو انت في السعودية تبقى انت راجل محظوظ عشان عندنا مكتب هناك في السعودية في جدة. ولو انت في دبي تبقى انت محظوظ عشان عندنا مكتب هناك في دبي. ولو انت في مصر انا اللي بقدم لك بصفة شخصية، بتجيب الاوراق بتاعتك وبقدمها لك. هنتكلم النهاردة عن العمل في التجارة في براس وفينشي سينكو اللي هي 25 مارس. العمل في براس عمل كويس جدا. ممكن تبدأ بمية، تيشيرتات، منط الجينز، بتبيع اي حاجة. وانا دلوقتي وانا جاي من براس صورت لكم فيديو الناس ازاي شغالة هناك. واحد بقى حلو كده هيقول لي يا عمرو امال انت ما بدأتش في التجارة ليه؟ هقول لك، انا اول ما جيت البرازيل بدأت في التجارة مع شخص استقبلته هنا. اول واحد يشوفه في البرازيل هو انا، واستقبلته وبعت عربيتي عشان نبدأ في التجارة. والحمد لله بدأنا في أوضة، والأوضة بقت محل، والمحل بقى 2، والاتنين بقوا 3، وكل حاجة كان باسمه عشان أنا كنت متربي زيادة عن اللزوم وبثق في الأشخاص ثقة مطلقة. تمام. بعد ما وثقت فيه المحل بقى 2 3، قال لي يا عمرو أصل فلوسك وفوقهم مبلغ كذا وأنا مش عاوز شركة. بعد ما كسب من فلوسي أنا، وأنا خصيم اليوم والدين. تمام. عشان مش الفلوس، مش مشكلة فلوس عندي، مشكلة اللي هو ساب لي ندبات في قلبي لحد وقتنا هذا، يعني ما بيخلاش يخليني أثق في حد. تمام. ولكن أنا زي ما أنا ما اتغيرتش بطيبتي بجدعنتي، ولكن مع اللي يستحق فقط لا غير. فالشخص ده أنا خصيمه يوم القيامة، فهو دلوقتي بيستمتع بالفلوس وبقى صاحب ملايين، وانا الحمد لله وقفت على رجلي، وقفت على رجلي، وقفت على رجلي، وببدأ شغل صح. فدايما الناس ما بتحبش الناس المظبوطة في حياتها والناس الصادقة، فدايما اغلب البشر بيحب اللي يضحك عليهم او يشتغل لهم. فبراس اعظم شيء تبدأ فيه التجارة، لو حتى ب$100 ب$200 $500 $1000. تمام. ويلا بينا على الفيديو عشان انا صورت لكم النهارده فيديو في براس. النهارده يوم 22 نوفمبر. موسم براس بيبدأ من شهر 9 لحد شهر 12 عشان الأعياد، وشغلها حلو. فالناس كتير أعرفها بدأت من الصفر. ويلا بينا نشوف الفيديو وأشرح لكم بصوتي. يلا يا جماعة، براس مش مجرد منطقة تجارية، براس هي مدرسة للتجارة. هنا ناس كتير بدأت من الصفر، في ناس بدأت حرفيا من الرصيف لحد ما بقوا أصحاب محلات ومخازن. طب التجارة في براس تبدأ إزاي؟ أول خطوة حدد نوع البضاعة اللي أنت عاوز تشتغل فيها، ملابس، أحذية، شنط، إكسسوارات، أي حاجة. تاني خطوة لف في الشوارع وشوف الأسعار وجودة البضاعة وما تستعجلش، لأن كل شارع فيه بدائل. تالت خطوة اشتري كمية بسيطة في البداية، جرب السوق، اعرف ايه اللي بيتباع معاك وايه اللي مش ماشي. وهل ينفع تبدأ من الرصيف؟ ايوه، براس مليانة ناس بدأت كده، ناس كانت بتحط ترابيزة صغيرة او شنطة بضاعة وتبدأ تبيع. مع الوقت يكبر ويجيب رقم ويأجر كشك صغير وبعدها محل. الفكرة مش في براس المال، الفكرة في الجرأة والالتزام وانك تعرف تختار البضاعة الصح. براس بتعلمك التجارة من تحت، لو عاوز تبدأ صغيرة تبدأ، لو عاوز تكبر تكبر. واحنا في عالم السفر نساعدك من اول ما توصل لحد ما تفهم السوق وتختار بضاعة مظبوطة وتبدأ طريقك بثقة وخبرة. عالم السفر معاك بنعمل لك دراسات جدوى، زائد بنرشدك على الاماكن، بنكون معاك خطوة بخطوة. عالم السفر ما بتسيبكش، عالم السفر اكن عيلتك هنا في البرازيل. سواء انت جاي ايا كان السبب، في عالم السفر عندها الحل. عالم السفر دايما معاك اينما كنت. فابدأ مع عالم السفر من اول خطوة لحد النهاية. عالم السفر ثقة، امان، شفافية. واللي محتاج دعوات لوزارة البرازيل تواصل معايا، محتاج تقديم ملفك للسفارة تواصل معايا، استقبال في المطار، استخراج الاوراق، ايجاد سكن
يتواصل معايا. عالم السفر خدمات لوجستية متكاملة بطريقة قانونية. احنا بنديك المصداقية، بنتعامل مع العملاء بمصداقية، والحمد لله كتير من العملاء بيتصلوا بينا لأنهم عرفوا عنا من زباين قدامى. فاحنا بنعمل الصح ودايما احنا الصح. عالم السفر دايما معاك. تحياتي للجميع، واستنوني في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الأمان وعن الحياة والمدن هنا في البرازيل. لايك، شير، تعليق. أنا كلمتكم بالمختصر المفيد عن براس وازاي تبدأ، وأي خدمة لوجستية عالم السفر أول ما توصل البرازيل لحد ما تستقر. عالم السفر معك. جايز أسعارنا ما تكونش مناسبة للجميع، ولكن احنا بنشتغل صح، بثقة، بأمان، بشفافية. دايما معاك، إيد في إيد هتوصل لحلمك. عالم السفر دايما معاك. واعملوا لايك وشير وتعليق ودعموني معنويا، ودعواتكم إن شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى أجمل وأحلى مع عالم السفر. عالم السفر ثقة، التزام، شفافية. سلام.